ازيكم يا سباركس. النهاردة هنبدأ سلسلة مختلفة تماما، سلسلة هتفتح لك باب جديد في التكنولوجيا والبرمجة، وبطريقة هتخليكم تبصوا للمجال بنظرة تانية خالص، خصوصا لو انتم من عالم اتصالات. خليني أسألك سؤال بصراحة، عمرك فكرت ازاي المكالمة اللي بتضغط فيها على زر واحد بتسافر في الهواء أصلا، تنتقل بين الأبراج وبتوصل لشخص في مكان تاني؟ أو ازاي باقة الإنترنت اللي بتخلص بسرعة بتمشي أصلا؟ الرحلة دي من أول إشارة بتطلع من موبايلك لحد ما توصل للطرف التاني وراها تكنولوجيا، وراها سيستمز، وراها برمجة كتير. وعشان كده أي حد في مجال الاتصالات لازم يفهم البرمجة، مش علشان يبقى مبرمج محترف، لكن علشان يفهم العالم اللي الأنظمة والأجهزة شغالة بيه. طيب هنتعلم إيه؟ استعدوا لأننا داخلين على رحلة من 12 محطة. Introduction to Technology and Program Computer Fundamentals Programming Language Logical Thinking Functions and Code Organization Algorithms and Data OOP Data Structure Errors and Debugging فايل مودرن كونسبتس. وكده عرفنا المحطات اللي عندنا وازاي تبدأ طريقك بعد الأساسيات. يلا بينا نبدأ في أول محطة Introduction to Technology and Programming. قبل ما ندخل في لغات وأكواد لازم نفهم حاجة مهمة، ليه بنتعلم برمجة أصلا؟ التكنولوجيا بقت في كل ثانية من حياتك، موبايل، نت، شبكات، أبراج، سنسورز، كل ده شغال بسبب كود. لكن البرمجة مش مجرد كتابة، البرمجة طريقة تفكير، طريقة بتقولك افهم، قسم، رتب، نفذ. والكمبيوتر ما بيعرفش يجتهد، ما بيعرفش يتصرف، هو بينفذ بالحرف، ولو خطوة واحدة غلط كل حاجة بتبوظ. سؤال حلقات، ليه الكمبيوتر محتاج كل خطوة واضحة تكون بنسبة 100% ومش قادر يفهم حاجات احنا بنفهمها بسهولة؟ فكروا واستنوني في الفيديو الجاي، وهناك هنجاوب وهنتعمق اكتر. متنساش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو لو انتوا استفدتوا منه.